هو ليه البوت بيرد عليك أسرع من صاحبك؟ السؤال ده بجد مش هزار، يمكن يكون أهم سؤال وجودي في حياتنا الرقمية. تصحى الصبح تبعت رسالة لصاحبك تسأله أخبارك إيه؟ يعمل سين وبعد 3 ساعات ممكن يفكر يرد عليك. لكن لو سألت أو كتبت البوت زي شات جي بي تي مثلا أخبارك إيه، هتلاقي الرد نزل أسرع من البرق. طب إزاي ده بيحصل؟ وإيه السر في كده؟ إزاي بوت مبرمج يرد أسرع من بني آدم من لحم ودم؟ خليني أقولك، أول حاجة لازم تفهم إن البوت مش قاعد يفكر فيك شخصيا. هو مش بيقول يا ترى رد دلوقتي ولا أعمل من بنها. البوت ما عندهوش حركات البني آدمين دي. البوت اتدرب على بلايين الجمل والمقالات والمحادثات من كتب ومقالات من السوشيال ميديا ومن مواقع عامة، يعني بقى عنده إحساس باللي بيتقال عادة في كل موقف. لما تسأله إيه أخبار الجو النهاردة، هو بيبص على السؤال بتاعك كإشارة لغوية ويبتدي يتوقع إيه الكلمة اللي من الطبيعي تيجي بعد كده. شكلك تهت مني. لو تهت مني تعال بسط لك الموضوع أكتر. البوت شغال بحاجة اسمها التنبؤ بالكلمة اللي جاية، عامل كده زي لعبة أكمل الجملة. كل كلمة بتكتبها بتفتح له كذا احتمال، هو بقى بيوزن الاحتمالات دي ويختار الأنسب منها. انت طبعا بتشوف النتيجة في شكل جملة كاملة، لكن اللي بيحصل في الكواليس إنه كل كلمة بتطلع من حسابات سريعة جدا، أسرع من إن أي عقل بشري يقدر يعملها. عارف بقى إيه الفرق بين البوت وبين صاحبك؟ صاحبك عنده دماغ مليانة ذكريات ومشاعر ومشاكل شخصية، زي إنه لسه صاحي من النوم متضايق، أو نازل الشغل زهقان، أو شاف رسالتك وقال أرد بعدين. كل ده بيأخر الرد. لكن البوت هو مش مشغول بحاجة، هو مجرد محرك بيشتغل فورا أول ما توصل له رسالتك، ما عندهوش أوبشن إنه يتلكك أو يتلكع. وهنا بقى المفارقة، صاحبك أبطأ بس أغلى، لأن كلمته جاية من تجربة، من موقف حقيقي، من مشاعر هو عاشها. أما البوت أسرع وأدق في الصياغة، لكن دايما بيفتقد اللمسة الشخصية. هو مش هيقولك أنا كنت معاك يوم ما نزلت المطر وافتكرتك أول ما الدنيا ضلمت. البوت مش بيحس. نرجع لسؤالنا بتاع الحلقة، ليه البوتات بترد أسرع من أصحابك؟ لأن البوت متفرغ ليك، اتدرب على احتمالات الكلام، ما عندهوش مزاج ولا حجج ولا تلكيك. بس خليك فاكر، السرعة مش كل حاجة. الرد اللي بيجي من صديق متأخر ساعات أحيانا بيكون أهم من 1000 رد لحظي بيجي من بوت. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم. وما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.